هنعمل النهارده كريب او فطاير محشيه بعجينه بسيطه واقتصاديه جدا، وهنعمل لها كمان حشوه طعمها حلو قوي بصدر فرخه واحد بس. وهنطلع بقى كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. الكريب بيبقى واخد كده سنه قرمشه من بره ومن جوه مش معجن خالص، والحشوه جواه طعمها تحفه. وهوريكم كمان ازاي تعملوا عجينه الكريب المظبوطه من غير ما تنشف او تشقق معاكم. شايفين بقى شكله حلو قد ايه؟ لما بنمسك كمان عجينه الكريب كده ونضمها في ايدينا مش بيحصل لها اي حاجه خالص. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. اول حاجه هنبتدي بيها هنبدا نجهز عجينه الكريب. هنحتاج كوبايتين حليب وكمان كوبايه ميه، نقدر كمان نستخدم كوبايه ونص حليب وكوبايه ونص ميه، وهحتاج كمان بيضه واحده بس و3 معالق كبيره من الزيت. ونقدر نستخدم اي ماده دهنيه موجوده عندنا، نقدر نستخدم زبده سايحه او سمنه سايحه. هنعمل الكريب النهارده في الخلاط. هنجهز الخلاط بتاعنا ونحط فيه كوبايتين حليب، وهنزود عليهم كوبايه ميه، وزي ما قلت نقدر نستخدم كوبايه ونص حليب وكوبايه ونص ميه، واضيف عليهم كمان بيضه و3 معالق كبيره من الزيت او اي ماده دهنيه عندنا، وهضيف كمان معلقه صغيره سكر ونص معلقه صغيره ملح، وهزود عليهم 3 كوبايات الا ربع دقيق. وبننخل الدقيق كويس جدا قبل الاستخدام. هنحط بقى كل المكونات في الخلاط وهنشغل عليه الخلاط تقريبا كده دقيقتين لحد ما نتاكد ان كل المكونات دي اختلطت مع بعض كويس جدا. ومن وقت للتاني بنرفع غطا الخلاط وبننزل جوانب الخلاط كده عشان بيبقى فيه دقيق مترسب على الجوانب. ده القوام بتاعه بعد ما ضربته في الخلاط تقريبا دقيقتين. القوام بتاعه هيبقى متوسط بالشكل ده، مش تقيل ولا خفيف. لما بنختبره كمان كده ونعمل له خط كده على ظهر الاسباتيولا هنلاقي الخط ده منزلش معانا بسهوله. شايفين القوام بتاعه مظبوط جدا. هنعديه بس على مصفى كده عشان نتاكد ان مفيهوش اي تكتلات خالص. وبعدين هنغطيه ببلاستيك راب وهنسيبه يرتاح لمده ربع ساعه او لمده تلت ساعه. الخليط ده طبعا مفيهوش لا خميره ولا بيكنج باودر. هنسيب بس العجينه بتاعته ترتاح شويه عشان نتاكد ان الدقيق اتشرب من السوائل ويدينا القوام المظبوط. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ بالنسبه بقى للتسويه بتاع الكريب، عشان التسويه اهم حاجه هنحتاج في الاول كده طاسه تكون غير لاصقه. الطاسه اللي احنا هنستخدمها هتكون دافيه بس، يعني مش سخنه قوي ولا بارده. الحراره بتاعتها هتكون متوسطه. هنديلها كده مسحه زيت بالمنديل او بفرشه، مسحه صغيره جدا، وبعدين هنحط فيها عجينه الكريب ونبدا نحرك الطاسه بسرعه جدا عشان العجينه كلها تتوزع في الطاسه. اول ما نلاقي لون العجينه بدا يتغير معانا بالشكل ده او الجوانب بتاعته بدات تفصل كده، هنقلبه على طول على الناحيه التانية. وبنراقب بقى التسويه بتاعته من تحت. اول ما ياخد لون ذهبي خفيف كده بنطلعه على طول، وبعد ما بنطلعه كده بنحطه في فوطه وبنغطيه كويس عشان الكريب بتاعنا ما ينشفش. التانية برضو بنفس الطريقه. اهم حاجه بين كل واحده والتانية بنرفع كده الطاسه لحد ما تاخد كده حراره متوسطه. مش هنحط فيها العجينه وهي سخنه، هنستنى عليها كده لحد ما الحراره بتاعتها تهدى شويه او تنزل شويه، وبعدين هنديلها مسحه زيت بالمنديل كده او بفرشه، وبعدين بنبدأ نحط فيها العجينة بتاعتنا. اول ما بنحط فيها العجينة كده نبدأ نحرك الطاسة بتاعتنا بسرعة جدا شمال ويمين لحد ما العجينة تتوزع كلها في الصينية. اول ما الجوانب بتاعتها تبدأ تفصل معانا بالشكل ده او اللون بتاع عجينة الكريب بيبدأ يغير معانا، بنقلبها على طول على الناحية التانية وبنراقب التسوية بتاعتها. اول ما بتاخد لون ذهبي خفيف من تحت بنطلعها على طول. وطبعا انتم ملاحظين طبعا قد ايه العجينة بتاع الكريب طرية جدا قبل ما بنغطيها. بعد ما بنخلص كده بنحط بقى الكريب كله فوق بعضه وبنغطيه كويس جدا بفوطه عشان الكريب بتاعنا ما ينشفش. بخار الميه اللي بيطلع ده هو اللي بيخلي العجينه بتاعتنا طريه وكمان بيخليها ما تتكسرش. شايفين ما شاء الله العجينه طريه جدا وكمان رقيقه جدا. بضغط عليها في ايديا كده وبضمها في ايديا مش بيحصل لها اي حاجه. السمك بتاع الكريبايه كمان مش تخين عشان ما تبقاش معجنه معانا من جوه. يبقى اهم حاجه بعد تسويه الكريب بنحطه كده فوق بعضه ونغطيه كويس جدا بفوطه. هنحط بقى الكريب كله فوق بعضه كده وهنغطيه كويس. تعالوا نعمل مع بعض حشوه لذيذه جدا طعمها حلو قوي وكمان اقتصاديه وكلها خضار وبروتين. هنجهز طاسه على النار هنحط فيها حوالي 3 معالق كبيره من الزيت. هنستنى على الزيت لحد ما يسخن كويس وهننزل عليه ب 300 جرام من صدور الفراخ. هنقطعها شرايح بالشكل ده وقطعوها باي طريقه عشوائيه. اول ما نحطها كده على النار مش هنقلبها خالص، هنستنى عليها لحد ما تتشمع او تاخد لون خفيف من تحت، وهنبدا نقلبها على كل الجوانب. احنا مش عايزين الفراخ تنزل الميه بتاعتها. بعد كده هنزل عليها بمعلقه صغيره كده من السبع بهارات
هنرفع الفراخ على جنب كده وهنزل عليها ببصلة متوسطة تكون متقطعة قطع صغيرة. هنشوح البصل واول ما يدبل شوية هنقلب الفراخ مع البصل كويس. بعد كده هضيف كمان شوية فلفل اخضر بقى ماشي، فلفل الوان ماشي، اي حاجة متوفرة عندنا هتنفع، وطبعا ضيفوا الكمية اللي انتوا حابينها. هنقلب الفلفل كده مع باقي المكونات، واول ما الفلفل يدبل معانا شوية هنضيف عليه شوية خضار. هنضيف كوسة وجزر، انا استخدمت 2 من كل نوع، وهنبشرهم بأضيق مكان في المبشرة عشان عايزين الخضار يستوي معانا بسرعة. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا دي مع بعض كويس، وهضيف عليها كمان رشة ملح صغيرة كده وكمان رشة من التوابل. هنسيبهم على النار كمان 3 دقايق وكده خلاص الخضار بتاعنا هيكون استوى. وخلاص على كده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. عايزة اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا وكمان كلها خضار وبروتين. انا هضيف معاه كمان كده شوية زيتون وخلاص على كده. تعالوا بقى دلوقتي عشان نحشي الكريب مع بعض. بناخد كده واحدة كريباية بنحط فيها 2 معلقة كبار من الحشوة، وهحط معاها كمان حوالي معلقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا. ولو مش متوفر عندنا جبنة موتزاريلا نقدر نستغنى عنها خالص. نقدر نزود على الحشوة دي كمان كده بطاطس مقلية، شرايح من الخيار المخلل هتبقى حلوة قوي. تانية برضو بنفس الطريقة بنحط 2 معلقة كبار من الحشوة، وبحط عليها كمان معلقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا. وهنبدأ نقفل الكريب بتاعنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، وتعالوا نشوف مع بعض التسوية بتاع الكريب هتكون ازاي. هنجهز طاسة على النار، هنستنى عليها لحد ما تسخن شوية، وهحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، وهنوزع الزيت كويس، وبعدين هنبدأ نحط الكريب. اول ما الكريب بياخد لون ذهبي من تحت بنقلبه على طول على الناحية التانية. هياخد تقريبا دقيقة واحدة بس على كل ناحية وهنلاقيه استوى. الطبقة اللي بره دي بتبقى مقرمشة كده، ومن جوه الحشوة طعمها حلو قوي جواه، وحاجة كده في منتهى الجمال. طلع بقى الكريب بتاعنا، شايفين شكله حلو قد ايه؟ دلوقتي بكمل الكمية كلها بنفس الطريقة كده. الطاسة بتاعتنا تبقى سخنة، ونوزع فيها معلقة زيت كبيرة، ونبدأ نحط الكريب، واول ما بياخد لون ذهبي من تحت بنقلبه على طول على الناحية التانية. اهم حاجة بس قبل ما نقلبه على الناحية التانية هديله كده مسحة زيت عشان الكريب بتاعنا ما يتحرقش. شايفين ما شاء الله شكله حلو جدا، والتسوية بتاعته كمان مظبوطة جدا. بعد ما بياخدوا اللون الذهبي الجميل ده من كل الجوانب بنطلعه على طول. النار كمان هتكون شغالة على درجة حرارة متوسطة. ده شكل الكريب بقى بعد ما خلصته خالص. عايزه اقول لكم بقى انه طعمه تحفه، العجينه بتاعته اقتصاديه جدا. عملناه النهارده ببيضه واحده بس، والحشوه كمان لوحدها كده طعمها يتجنن. بيبقى واخد كده سنه قرمشه من بره، ومن جوه مش معجن خالص، والحشوه كده حاجه في منتهى الجمال. جربوه بنفس الطريقه وبنفس المكونات، وانا متاكده ان هو يعجبكم. هسيب لكم بقى كل المكونات سواء مكونات العجينه او مكونات الحشوه مكتوبه في صندوق الوصف. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.